إلقاء القبض على شخصين من مرتكبي جريمة سبايكر في محافظة ديالا يسلط الضوء من جديد على أهم تفاصيل تلك الجريمة وفك خيوطها المتشابكة، سيما بعدما كشفت الاعترافات القضائية لهؤلاء المجرمين على معلومات مهمة وأسماء شخصيات عشائرية وعسكرية متورطين بالحادثة، تفيد وبشكل كبير تلك المعلومات لمتابعة سير القضية. قيادة شرطة ديالا كشفت فيه عن شخصية هؤلاء المنفذين وتحفظت عن سرية بعض المعلومات. بالوقت اللي احنا نقاتل به عناصر داعش، هناك لدينا في وزارة الداخلية في شرطة محافظة ديالا قوة تتابع الجرائم عن كثب، ولا سيما جريمة سبايكر. اليوم نعرض عليكم أحد المجرمين، اثنين كانوا مشاركين في قتل الجنود اللي خرجوا من معسكر سبايكر. أحمد الكبيسي وعلي الجبوري نفذا أكثر من 20 عملية قتل بحق منتسبي سبايكر، فضلا عن الاشتراك بعملية قصف جامعة تكريت وسرقة أكثر من 70 عجلة مدنية من معارض للسيارات. تفاصيل أخرى كشفها هؤلاء المجرمين عن أمراء داعش الإرهابي من عرب وأجانب الجنسية، فضلا عن تورط بعض عشائر المنطقة بمساندة داعش والاشتراك معهم في أغلب العمليات الإرهابية هناك. العملية الثالثة خبرنا أبو عبد الله قال اقصفوا على الجامعة. ليش تقصفون الجامعة؟ جيش عراقي سيدي. اي سيدي، رحنا اتجهنا سيدي انا ونامس ويانا واحد. انت شنو كان دورك بهاي العملية؟ سيدي انقل بس القذائف من العتاد للقصف سيدي. للقصف؟ اي نعم سيدي. يقصفون من 10 الصبح سيدي لل 11 تقريبا. كم قليتهم على الهواء ضربتوهم؟ حوالي 50 تقريبا سيدي. سيدي وداهم يمهم طببوهم القصور الرئاسية، سووهم خمسات. صفوف على 5 اي على خمسات. قام تفعيلهم ابو حرب ابو عذاب سيدي وابو صقر. تم قتلهم هذول خبط سيدي. من اين جاء الامر قتلهم؟ سيدي من ابو صقر سيدي. ابو صقر هذا عربي لو اجنبي؟ اي اجنبي سيدي، ما تعرف اللغه مالته. يعني من سموه ابو صقر؟ هو ابو صقر، هم سموه ابو صقر. سيدي. هذا اول عمليه قتل للجنود مال سبايكر في القصور الرئاسيه. نعم سيدي. الباقين سيدي جو البناصر، هم موجودين البناصر. عشيرة البناصر؟ هم عشيرة البناصر والبيجات سيدي. نعم. سووهم قسم، ولد ليم والبعجيل، هذول البعجيل. والبناصر هم البناصر رجعون بيجات من العوجة، أخذوهم سووهم قسم. اللي أخذ 300 على صفحة، اللي أخذ 200 على صفحة، اللي أخذ 500 على صفحة. يعني قسموهم حصص؟ هي حصص سيدي. البناصر هالقد، هم هالقد أخذوهم سيدي، قسموهم قسم. كانوا مسلحين دولة؟ سيدي. مسلحين؟ اي سيدي مسلحين زي كامل. عملية نوعية جرى الشرقي محافظة ديالا تم فيها إلقاء القبض على هؤلاء الإرهابيين وفق معلومات استخبارية دقيقة لتؤكد مرة أخرى الأجهزة الأمنية بأنها لن تقف بمقاتلة داعش فحسب، بل ملاحقة المطلوبين وكشف الجرائم التي من بينها هذه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها أكثر من 1700 منتسب من قاعدة سبايكر. لبلاد الفضائية محمود التميمي، ديالا.